إشارة الموبايل بتمشي في الهوا إزاي؟ الفيديو اللي فات قُلنا إنه أي communication system بيبقى عبارة عن زي ما قُلنا transmitter بيبعت إشارة وchannel الإشارة دي بتمشي فيها، وreceiver بيستقبل الإشارة اللي ماشية في الchannel دي. طيب حالة الموبايل قُلنا إن الchannel هي إيه؟ الهوا. طب إزاي الحاجة دي بتتبعت في الهوا؟ إزاي في إشارة بتتبعت من موبايل لموبايل في الهوا؟ أول حاجة لازم نوضحها إن اللي بيبعت ده مش بس sound waves. قُلنا إن طالعة من الموبايل دي مش مجرد إشارة الصوت، ولكن هي فعليًا بتتحول لRadio waves والRadio waves دي أو إشارات الراديو دي هي نوع من الإشارات الكهرومغناطيسية الelectromagnetic waves. فزي ما قُلنا إحنا كان عندنا مايك، المايك ده بيتبعت فيه أو بيوصل له صوت، الصوت ده بيتحول من المايك لelectrical signal أو إشارات كهربا، بعد كده بيوصل للأنتنة. فمثلًا الموبايل ده فيه صوت واصل له، الصوت ده عايزين نبعته لحد تاني، فهو بعد ما الإشارة الكهربائية دي بتوصل للأنتنة بتتحول ل electromagnetic waves. الelectromagnetic waves دي بتمشي في الهوا، وعشان بقى الelectromagnetic waves اللي موجودة في الجو دي تشيل المعلومات، بنغيّر فيها شوية عشان أنا عايز أعرف الإشارة اللي مبعوتة دي مثلًا هل هي صوت، هل هي صوت معيّن، هل هي مثلًا إشارة جاية من التليفون 1 والّا تليفون 2 والّا أيًا كان، نغيّر فيها شوية وده بقى اسمه modulation. الmodulation ده بيحصل ليه؟ عشان نقدر نبعت الإشارة لمسافات بعيدة من غير ما تتداخل مع بعضها، فأنا يبقى عندي كذا تليفون بيبعت إشارات في نفس الوقت وانا قادر ان انا افصل بين الاشارات دي. بس هنتكلم عن الموديليشن في الفيديو الجاي بتفصيل اكتر. فلو هنبقى ادق شويه، الموبايل فعليا مش محتاج الهواء عشان الاشاره تمشي، بننقل عن طريق الالكترومagnetic ويف مش في الهواء. بس في مشكله بقى، لو انا ببعت بالمسافات بعيده وده اللي فعلا بيحصل، لو انا عندي برج مثلا وبرج تاني عند مسافه بعيده، او عندي موبايلين، موبايل هنا وموبايل بعيد تاني، ان الاشاره دي لما بتتبعت على مسافات بعيده بتضعف لو انا ببعت من موبايل لموبايل وخلاص. حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله دي ببساطه هي الابراج اللي احنا بنشوفها في كل حته. فالابراج دي كانها وسيط، بتاخد الاشاره من الموبايل تبعته للتاني، تاخد الاشاره من الموبايل وتبعته للتاني، او حتى من برج لبرج تاني. ده كان ببساطه كده من غير تفصيل ازاي ان احنا الاشاره بتمشي في الجو. ففي الفيديو الجاي هنكمل اكتر ونتكلم عن ايه بقى فكره الموديليشن، ازاي ان انا اقدر ابعت اكتر من سيجنال في الالكترومagnetic ويفز. وبس كده، نشوفكم في الفيديو الجاي، استنونا، سلام.